الحياة صعبة جدا علينا كلنا و... وانت بما انك راجل، مطلوب منك انك انت ما تشتكيش، ما تعيطش، ما فيش اي نوع من انواع الشكوى. آه، لان ده الطبيعي، انت راجل فالمفروض تواجه كل ده. وبالتالي انت حاسس انك انت ممكن يكون ما عندكش وقت، او انت متأخر، او انت في حد سبقك، او انت المفروض كنت تكون في مكان ابعد من كده او احسن من كده. وده طبيعي جدا. وسبب من اسباب انك انت حاسس انك انت متاخر هو انك دلوقتي بقى عندك السوشيال ميديا طول الوقت بتوريك ناس عندها حاجات اقل منك، وناس عندها مؤهلات اقل، وناس عندها ممكن تكون شخصيتها مش عاجباك، طريقه كلامها اقل منك، ممكن تكون شايف اي حاجه وهم واصلين لحاجات احسن منك ومرتاحين اكتر بكتير. وده مش حقيقي. ده عمره ما كان حقيقي. واكيد انا مش محتاج اقول الكلام ده، اكيد كله عارف ان في اوقات بتبقى الناس بتبين حاجات غير اللي حاصله في حياتها. ودي السوشيال ميديا، لان مفيش حد بيكون مفيش حد هي يعني هيتاكد وراك انك انت ده حقيقي ولا مش حقيقي، ولا انت فعلا كده، ولا دي حياتك، ولا مفيش حد هيتاكد وراك. فبالتالي كل واحد بيشوف يقدر ازاي يبين حاجه مش هي، عشان يكون في لايكس، يكون في فلوس، يكون في الكلام ده كله. بس النصيحة بتاعتي في الموضوع ده هو انك تحاول تبعد قد ما تقدر عن السوشيال ميديا، وتحاول ترجع. انت وعدت نفسك وعود معينة زمان، ممكن نقول من سنة 2 3 4 5. وعدت نفسك وعود معينة، والوعود دي دلوقتي انت ما وفتهاش لنفسك. فبالتالي عشان كده انت حاسس ان الدنيا شوية سودة، انك انت متأخر، انك انت متضايق، انك انت مكتئب، انك انت مرهق، بطاريتك محروقة، كل حاجة من دي. فحاول ترجع الوقت اللي انت وعدت نفسك فيه، ايا كان الفترة كانت قد ايه. وطبيعي انك ممكن تكون بعدت كبير، او حفرت نفسك حفرة كبيرة مش عارف تخرج منها، او فاكر انك مش عارف تخرج منها. بس مفيش حد يعني مفيش حد بيتحسن في يوم، مفيش حد بيبقى سيء جدا في يوم. هي كل حاجة بتاخد وقت. فحاول ترجع الطريق اللي انت مشيته غلط، علشان تحاول تظبط الدنيا شوية. طبعا مخك طبيعي هيديك اعذار. نقول مثلا انا مش عارف اروح الجيم علشان ما عنديش وقت، مش عارف اروح الجيم علشان معيش فلوس، مش عارف اروح الجيم علشان يا عمي الدنيا اوريدي ملخبطه فوق دماغي، فهروح الجيم يعني مش هيفيدني في حاجه. او ممكن تكون رحت الجيم اوريدي اسبوع 2 3 4 شهر وما شفتش نتائج فانت بطلت. او ممكن تكون شغلك مفيش فرصه، مفيش اي حاجه، مفيش مكان اشتغل فيه، مفيش اي امل. كل حاجه بحاول اعملها بتبوظ مني. وده مش صحيح. لان لو انا جيت دلوقتي قلت لك انا هديك نقول 100,000 جنيه او 10,000 دولار او ايا كان، لو انت جيت والاعذار دي حاربتها، يعني اعمل لي نوع من انواع المناقشه اللي تخليك تبرر الاعذار دي، او انك انت تحارب الاعذار دي، هتعملها. ما عنديش وقت للجيم، اليوم فيه 24 ساعة، نقول انك بتنام منهم 8 لو انت نومك كويس، عندك ساعة واحدة في اليوم، نص ساعة في اليوم تقدر تروح. ما عنديش فلوس ان انا اشتري حاجة الجيم، او ان انا اشترك في الجيم او الكلام ده كله، هتلاقي نفسك بتصرف فلوس اكتر في حاجات بتبعدك عن الهدف ده. شغلي مش جايب لي اللي انا عايزه، طبيعي ممكن تشتغل اكتر انك انت تدور على حاجه بره الصندوق ان هي تفيدك اكتر بره شغلك او جوه شغلك، او تسيب شغلك اصلا. النصائح دي اكيد في ناس كتير غيري قالتها، واكيد في ناس بتقول يا ما سهله، ما انت بتتكلم والكلام سهل. بس انا بتكلم من المنطق ده لان انا بمر بالفتره دي دلوقتي، بمر بالفتره ان انا كل الاعذار اللي انا حاططها لنفسي، او الجواز مع الشغل مع الماديات مع الحالة اللي بتاعت البلد مش حلوة، مع ايا كان الموضوع ايه، ولقيت نفسي ان انا دي كلها اعذار بتأخرني. انت كده كده يعني انت كده كده هتصحى الصبح هتحس بحاجة. خلينا نصحى الصبح انك انت متضايق بدون سبب. ممكن تصحى الصبح تكون فرحان بدون سبب، هو قرار. هو انت عذرك ايه؟ صحيت الصبح متضايق علشان ايا كان السبب، ممكن ببساطة تعمل حاجة، او تصحى الصبح مثلا تتمرن الصبح، تلاقي نفسك مودك اتحسن.
او ممكن تصحى الصبح بدري اكتر، تقرا، تعمل حاجه انت ما عملتهاش. وهي الصعوبه مش في انك انت تصحى الصبح وتعمل حاجه، لان اي حد ممكن يعمل كده. الصعوبه انك تفضل مستمر بدون ما تشوف نتائج. هي دي الاكتر حاجه صعبه مرت عليا، او اي حد هيمر بالامور دي هيحس بيها. انا ممكن اقول لك واحلف لك واوعدك وامضي لك عقد انك انت لو رحت الجيم كل يوم نص ساعه واتمرنت بطريقه معينه، جسمك هيتحسن 100%. واحلف لك على كده وامضي لك على اي حاجه. هياخد قد ايه وقت؟ ما اعرفش، ما اقدرش اقول لك. انا متاكد ان هي هتتحل، متاكد انك انت هتوصل، متاكد انك انت هتتحسن، متاكد انك انت تبقى غني. هتاخد قد ايه؟ ما اعرفش. وهي دي المشكله اللي بتخلي الناس ما تكملش في حاجه. غير كده بيكون في عذر تاني، انك انت مفيش حد معاك يساعدك في حاجه زي كده. هو عمر ما حد هيساعدك، يعني مفيش حد هيجي يقول لك، هيمسك من ايدك يقول لك تعالى ناخدك واروح الجيم، او تعالى اخدك اخليك تشتغل اكتر، او تعالى اخدك اخليك تذاكر او تجتهد. مفيش حد هيعمل معاك كده. كل واحد مشغول بنفسه. هيجولك امتى؟ لما تكون اوريدي وصلت للحته اللي انت بتحاول توصل لها، لما انت تكون خلاص بدات تشوف نتائج، ويقولك انت عملت ازاي كده، او اديني نصايح او كده. وهتديهم نصايح ومش هيعملوها، يعني لان دي حاجه انا مريت بيها برضه. فاي حد بيحاول يقلل منك، او اي حد بيحاول يقلل من مجهوداتك او الكلام ده كله، اوكي. لو حد قال لك اي تعليق او اي ملحوظه، ولقيت نفسك انك انت الرياكشن بتاعك، رد فعلك هيكون شويه اجريسيف او ديفنسيف، او انك انت بتدافع عن نفسك او كده، يمكن هو قال حاجه صح. انما لو حد جه قال لك والله يا عمر انت شخص منافق، وانت عارف من جواك انك انت مش منافق، هتعمل اوكي اللي تشوفه، مفيش مشكله. بس لو انت جاي حد قال لك عمر على فكره انت منافق، انت ازاي تقول كده ومش عارف ايه، لا انا مش وتبدا تدافع عن نفسك، ده معناه ان هو لمس حاجه معينه ممكن تكون موجوده، ممكن تكون حقيقيه. ولازم تبدا تواجه نفسك انك في حاجات انت مقصر فيها، وفي حاجات انت مقصر في حق نفسك فيها، وان الدنيا مش سودة زي ما انت متخيل، لان في غيرك في مكانك، في ظروفك، في حاجه ممكن كمان ظروف اسوأ منك، ونجح وعدى وبقى كويس. اول خطوه انا باخدها لما بكون في مكان مش كويس خالص في الحياه، هي ان انا برجع تاني اخد بالي من صحتي. اول خطوه، لان دي صعبه جدا. وانك تكون عامل حاجه صعبه زي انك تاخد بالك من صحتك، انك تحسن، انك انت تاكل كويس، انك انت تتمرن، بتسهل عليك حاجات تانية انت مكنتش متخيل ان هي ممكن تتعمل بالسهوله دي. يعني مفيش حاجه اصعب من انك انت تبقى في يوم انت مريت بيوم مش حلو، مرهق، كل حاجه بايظه، الشغل متنيل، فلوسك بتخلص، وتروح مخلص ده كله وتروح الجيم وتتمرن وتاخد بالك من صحتك. هتلاقي انك انت بعد ما خلصت، انت اوعدك انك انت هتكون في حاله احسن اوريدي، حاله نفسيه احسن. وده لانك انت اوريدي خلاص، لو كل حاجه بايظه في دماغك، انت لو كل حاجه بايظه في الحياه، على الاقل دي شغاله، على الاقل انا عملت دي، على الاقل انا سابق غيري بخطوه، في غيري ما عملهاش. فدي اول خطوه انا بعملها. perception is projection. ودي معناها انك الحاجه اللي انت هتقتنع بيها هي الحاجه اللي انت يعني هتتصرف على اساسها. كان عملوا دراسه سمعت عنها، وهي ان هم جابوا 5 ستات وعملوا لهم مكياج، ان هم في زي مثلا تعويره هنا، في ان عينيهم مثلا فيها مشكله او اي حاجه، وقال لهم بعد ما هنرسم لكم العاهه ديات، يعني هتخشوا انترفيو وقولوا لنا الريفيو بتاعتكم يعني بخصوص الانترفيو. بس اللي ما قالوهوش للستات دول ان هم قبل ما يخشوا انترفيو ب5 ثواني ان هم هيشيلوا لهم العاهات دي، بس هم الستات داخلين وهم في دماغهم ان في مشكله عندهم. دخلوا انترفيو ورفضوا وخرجوا وقالوا احنا رفضونا علشان وشنا وعشان مش عارف ايه، بس عشان هم داخلين وفاكرين ان هو عندهم عاهه، بس هم ما عندهمش حاجه. فبالتالي اللي هم كانوا مقتنعين بيه هو اللي هم شافوا العالم على اساسه، شافوا ان الناس كلها بدات تبص لهم في الانترفيوز ان هو انت اكيد مش هتنفعي عشان انت عندك حاجه، وهي ما عندهاش حاجه اصلا. ف perception is projection، هو دي حاجه انا اتعلمتها السنه دي، واتمنى ان اقدر اساعد اكتر. الفيديو ده انا قاعد تقريبا شهور، اخر فيديو نزلته
كان شهور وانا ندمان على كده ان انا ما استمرتش، بس ناوي استمر وانزل على الاقل فيديو او 2 في الاسبوع. بتكلم كده ممكن شويه في فيديوهات اتمرن فيها، في فيديوهات ان انا اتكلم فيها عن افكار، في فيديوهات هحاول ان انا اطلع بافكار جديده، بس هو مينلي هيكون الفيديوهات دي بتكون عن افكار بتمر في دماغي، واتمنى ان هي تساعد اي حد في مكاني، لان انا متاكد ان انا مش لوحدي اللي بحس بحاجات صعبه في الفتره ديت وبمر بحاجات مش لطيفه، واتمنى ان احنا نكون بنساعد بعض ونقوم سوا. شكرا.